ايه اجراءات تسجيل العلامه التجاريه في دوله السعوديه؟ كل صاحب بيزنس في مصر تقريبا قعدت معاه او كلمت معاه بلاقيه مهتم جدا بموضوع تسجيل السعوديه. احنا في مكتبنا قمنا الفتره اللي فاتت بتسجيل عدد كبير جدا من العلامات التجاريه داخل دوله السعوديه، نظرا ان كله بيطمع انه يتوسع في الانتشار بعلامته التجاريه داخل دوله المملكه العربيه السعوديه. نفس الاجراءات التسجيل الخاصه بالعلامه التجاريه داخل مصر هي تقريبا نفس الاجراءات، مع الفرق في الاطار الزمني. المملكه العربيه السعوديه بتقدم لتسجيل العلامه التجاريه بتاعتك فيها، وبيتم فحص التسجيل بتاعك بعد مرور تقريبا 3 أو 4 شهور من تاريخ تقديم الطلب، ودي بتكون فتره كويسه جدا. بيتم فحص العلامه التجاريه الخاصه بسيادتك هناك، وبيتم قبولها لو هي مش متعارضه مع علامه تجاريه مسجله هناك، وبيتم النشر عنها لمده 90 يوم في الجريده الرسميه الخاصه بالعلامه التجاريه هناك. وبعد انتهاء فتره النشر في حاله عدم وجود اعتراض بتكون علامتك مسجله داخل المملكه العربيه السعوديه. ولا يشترط ان يكون لك مقر داخل السعوديه، انت فقط بالسجل التجاري المصري بتاعك، وكمان ممكن ببطاقه الرقم القومي او جواز السفر بدون ما يكون لك سجل تجاري نسجل لك العلامه التجاريه بتاعتك في السعوديه او في اي دوله في العالم.